وصلت لنهاية الدور، بقفل ب2 سلسلة وبروح في غرزة الحشو. اول غرزة انا عملتها وبعمل عمود بلفة. بنفس الطريقة برتفع للدور ال12 حشو في نفس المكان، 5 سلسلة، 4 5، وبروح للفراغ اللي جنبيها وبعمل حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبروح للفراغ اللي بعده بعمل حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبروح في الثلاث سلاسل اللي في النص وبعمل عليهم حشو كمان مرة، 1 2 3 4 5، وبروح للفراغ اللي بعده وبعمل حشو، 1 2 3 4 5، وبروح للفراغ اللي هنا وبعمل حشو، 1 2 3 4 5، كمان مرة في الفراغ اللي بعده حشو، 1 2 3 4 5. بدأت أدخل هنا في الزاوية، هعمل في أول واحدة هنا حشو، 1 2 3 4 5، وهدخل هنا وهعمل حشو. يبقى أول واحدة دخلت عملت حشو، في الفراغ التاني عملت حشو، بعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي نفس الفراغ التاني ده هدخل وأعمل حشو، 1 2 3 4 5، وهتنقل للفراغ التالت اعمل حشو كمان مرة، 1 2 3 4 5، وفي نفس الفراغ اللي انا واقفة فيه هعمل حشو، 1 2 3 4 5، وهروح للفراغ الأخير وهعمل غرزة حشو، 1 2 3 4 5، وهطلع من الكلاسترات دي كلها وهروح للفراغ اللي بعده على طول مباشرة وهعمل حشو. الدور كله 5 سلسلة حشو ما عدا في الكلاسترات. هنا بدخل في اول واحدة واعمل حشو، في التانية بعمل 5 سلسلة حشو، 5 سلسلة حشو في نفس المكان، 5 سلسلة بنتقل للفراغ اللي بعد كده حشو، 5 سلسلة حشو في نفس المكان، 5 سلسلة حشو في الفراغ الأخير بالشكل ده. هكمل لنهاية الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور، اخر حاجة عملتها هنا حشو، بقفل ب2 سلسلة وبروح لأول غرزة حشو انا عملتها وبعمل عمود بلفة، بدخل برضو في نفس المكان وبعمل حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبروح للفراغ وبعمل غرزة حشو، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبروح للفراغ وبعمل حشو، 1 2 3 4 5، وبروح للفراغ وبعمل حشو، 1 2 3 4 5 حشو، 1 2 3 4
5 حشو، 1 2 3 4 5 حشو. هفضل ماشية 5 سلسلة حشو، 1 2 3 4 5 حشو هنا، 5 سلسلة حشو. اول ما اوصل للفراغ اللي في النص هنا هعمل 4 كلاستر من 2 عمود بلفة، بين كل كلاستر والتاني 3 سلسلة. هلف الخيط مرة على الإبرة وأدخل أسحب الخيط، أطلع من حلقتين، ألف الخيط كمان مرة، أسحب الخيط وأطلع من حلقتين، بعد كده ألف الخيط وأطلع من الحلقات اللي على الإبرة كلها مع بعض. بعد كده هعمل 3 سلسلة وأدخل أعمل كلاستر تاني من 2 عمود بلفة. ادي أول عمود وادي تاني عمود، وأسحب من السلاسل الموجودة على الإبرة مع بعض. 1 2 3 أعمل كلاستر تاني من 2 عمود بلفة. ادي أول عمود وادي تاني عمود، ألف الخيط وأطلع من السلاسل الموجودة على الإبرة كلها مع بعض. بعد كده هتنقل آخر كلاستر، ادي 1 2 3 ألف الخيط وأدخل في نفس المكان وأعمل كلاستر من 2 عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هدخل في السلسلة اللي جنبها وأعمل حشو، وهبتدي أكرر تاني 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 في الحلقة اللي وراها حشو، 5 سلسلة حشو، 1 2 3 4 5 الحلقة اللي وراها حشو، 1 2 3 4 5 حشو، لغاية ما اوصل للصدفة التانية واكرر اللي عملته هنا في الصدفة دي. هخلص لنهاية الدور وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور، اخر حاجة عملتها حشو بعد ال4 كلاستر حشو، 5 سلسلة حشو. بعد كده هقفل بيه 2 سلسلة واروح لأول غرزة حشو انا عملتها واعمل عمود بلفة. عشان اتأكد اني ماشية صح هعد الفراغات من بعد الكلاستر. ادي فراغ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وهنا برضو ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بين كل كلاستر وكلاستر هنا هيتكون عندي 11 فراغ. للدور ال14 هعمل برضو حشو في نفس المكان، وهروح في الفراغ اللي بعده على طول هعمل 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3 2 سلسلة، 1 2
3 عمود بلفة في نفس المكان. ادي 1 2 3. يبقى هشكل صدفة من 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة. بعد كده هروح للفراغ اللي بعدها وهعمل حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. في الفراغ اللي بعده حشو. بعد كده هكرر، هعمل صدفة تاني من 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2. في نفس المكان 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. بعد كده هروح للفراغ اللي بعده واعمل حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. حشو. وهروح للفراغ اللي بعده وهعمل 3 عمود بلفة. ادي 1 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2. في نفس المكان 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. واروح للفراغ اللي بعد كده واعمل حشو بالشكل ده. بعد كده هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهروح للفراغ اللي بعد كده واعمل حشو. وصلت للزاوية في المكان اللي بين الكلاستر والكلاستر، هعمل 5 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5. وهروح مباشرة للفراغ التاني وهعمل برضو 5 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5. واخر فراغ هدخل برضو واعمل 5 عمود بلفة. ادي 1 2 3 4 5. خلصت ال5 عمود بلفة. هدخل على طول في الفراغ اللي بعد كده واعمل غرزة حشو. بعد كده 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهروح للفراغ واعمل حشو. واول فراغ بعد كده هيقابلني هعمل 3 عمود بلفة. 1 2 3، 2 سلسلة، 1 2. وفي نفس الفراغ 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. حشو في الفراغ اللي جنبها. هكرر اللي اشتغلته وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور. اخر حاجة عملتها حشو. بقفل الدور ب2 سلسلة وهروح لغرزة الحشو اللي انا عاملاها في البداية وهعمل عمود بلفة. هنا الزاوية، فراغ، صدفة، فراغ،
صدفة، فراغ، صدفة، فراغ الزاوية في كل جزء من 4 أجزاء بنفس الشكل ده. للدور ال15 هدخل في نفس المكان وأعمل حشو. بعد كده أول حاجة هتقابلني الصدفة، هدخل مباشرة وأعمل كلاستر على أول 3 عمود بلفة. ادي 1 2 3. هلف الخيط واطلع من كل الحلقات مع بعض. بعد كده هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح في الفراغ اللي في النص وهعمل حشو. بعد كده 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل في نفس الفراغ وهعمل حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح لل3 عمود اللي بعد كده واعمل كلاستر. ادي اول كلاستر، وادي التاني والتالت، وهسحب الخيط واطلع من كل السلاسل اللي على الابرة. بعد كده هدخل في الفراغ اللي بعديه وهعمل حشو. بعد كده هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وفي نفس المكان هعمل حشو. هروح لل3 للصدفة اللي بعد كده 3 عمود بلفة هعمل عليهم كلاستر. دي 1 2 3، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، في الفراغ اللي في النص هعمل حشو. 3 سلسلة، 1 2 3، في الفراغ تاني هدخل وهعمل حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وعلى ال3 عمود هعمل كلاستر. ادي 1 2 3، هروح للفراغ وهعمل حشو. 3 سلسلة، 1 2 3، حشو في نفس المكان. بعدين هروح لآخر صدفة التالتة هعلستر فوق ال3 عمود. 1 2 3، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، حشو في الفراغ. 3 سلسلة، 1 2 3، حشو تاني في الفراغ. 5 سلسلة وكلاستر على ال3 عمود. ادي 1 2 3، واسحب من الحلقات كلها مع بعض. بعد كده هدخل في الفراغ واعمل حشو بالشكل ده. وصلت للزاوية، هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهدخل على اول 3 عمود بلفة اعمل كلاستر اهو. 1 2 3، واطلع من الحلقات كلها مع بعض. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5،
وهعمل كلاستر تاني على 3 عمود بلفة، بس اول عمود هدخل في اخر عمود انا عملت عليه كلاستر، يعني ادي 1 2 3 هدخل تاني في اخر عمود واعمل كلاستر، ادي 1 2 3 واسحب من كله بالشكل ده. يعني العمود التالت هيبقى مشترك بين الكلاستر دي والكلاستر دي. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. برضو هدخل في اخر عمود انا اشتغلت فيه وهعد، ادي 1 وهاخد اللي جنبه 2 3. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهدخل في اخر عمود انا اشتغلت فيه برضو واعمل كلاستر، ادي 1 2 3. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وعلى اخر عمود برضو هدخل واعمل كلاستر تاني، وبعدين في اللي جنبه 2 واللي جنبه 3. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هدخل تاني، دي 1 2 3. هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وهيتبقى عندي هنا 2 عمود بلفة، واخر واحد انا اشتغلت فيه هدخل هيبقى التالت، ادي 1 2 3. عشان يتكون لي 1 2 3 4 5 6 7 7 كلاستر على 15 عمود بلفة. بعد كده هعمل 5 سلسلة، 2 3 4 5 وحشو في الفراغ، وهدخل اعمل كلاستر على اول 3 عمود بلفة. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 حشو في الفراغ، 3 سلسلة، 1 2 3 حشو تاني في نفس الفراغ، 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 كلاستر على ال3 عمود بلفة الباقيين في الصدفة، 1 2 3. وهروح للفراغ اللي بعد كده واعمل حشو، 3 سلسلة، 1 2 3 حشو، وهكذا هكرر لنهاية الدور. هخلص وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور، بعمل 2 سلسلة، ادي 1 2 وبروح لأول غرزة حشو واعمل عمود بلفة. للدور ال16 بدخل في نفس المكان اللي انا واقفة فيه وبعمل غرزة حشو. بعد كده هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 وبروح للفراغ اللي هنا وبعمل حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 وبفوت ال3 غرز اللي في النص دول وبروح مباشرة عند القوس اللي بعدهم وبعمل حشو. 5 سلسلة، 1
اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبروح للتلات غرز اللي في النص وبعمل حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبروح للقوس ده وبعمل حشو. 1 2 3 4 5، وبفوت التلات غرز دول مش بعمل فيهم حاجة، وبروح للقوس اللي جنبهم وبعمل حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، في السلاسل اللي في النص بين الصدفة دي والصدفة دي بعمل حشو. 1 2 3 4 5، وبروح للقوس اللي في الصدفة وبعمل حشو. 1 2 3 4 5، بدخل في القوس اللي هو 5 سلاسل وبعمل حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وصلت للزاوية بدخل وبعمل حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، حشو في القوس اللي جنبها. 5 سلسلة برضو، 1 2 3 4 5، وبدخل في القوس واعمل حشو. 5 سلسلة، 3 4 5، حشو. 5 سلسلة، حشو. 1 2 3 4 5، حشو، وهكذا. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، حشو. 1 2 3 4 5، هنا على طول حشو. 5، وهكذا بكرر 5 نهاية الدور. هخلص وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور، اخر حاجة عملتها غرزة الحشو. هعمل 2 سلسلة وهدخل في اول غرزة حشو واعمل عمود بلفة. لو بصيت للدور ككل هعد هنا الفراغات من اول الكلاستر هنا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ومن جوه الكلاستر 1 2 3 4 5 6. للدور ال17 هدخل في نفس المكان واعمل حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي الغرزة السلسلة التالتة 1 2 3 هدخل واعمل بيكو. بدخل فيها اسحب الخيط واطلع من الحلقة الموجودة على الابرة على طول. دي غرزة البيكو. بعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2، واروح للقوس اللي بعد كده واعمل غرزة حشو، وهروح هعمل 5 عمود بلفة. 1 2 3 4 5. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح لتجمع ده كده، هسحب الخيط واعمل بيكو. تمام. بعد كده هعمل 4 عمود بلفة في نفس المكان، 1 2 3
4. بعد كده هروح في الفراغ واعمل حشو 5 سلسلة 1 2 3 4 5، وهدخل في السلسلة التالتة واعمل غرزة بيكو 2 سلسلة 1 2، وهروح في المكان اللي هنا واعمل حشو. هروح في المكان اللي في النص ده فوق الصدفة التانية وهعمل 5 عمود بلفة 1 2 3 4 5، وفوق العمود الخامس هعمل 3 سلسلة 1 2 3، وبعد كده هدخل بالشكل ده، اسحب الخيط واعمل غرزة بيكو، وعلى طول في نفس المكان اعمل 4 عمود بلفة 1 2 3 4، واروح للقوس اللي جنبها واعمل حشو 5 سلسلة 1 2 3 4 5، وفي السلسلة التالتة هدخل واعمل غرزة بيكو 2 سلسلة 1 2، واروح للقوس اللي بعد كده واعمل غرزة حشو 5 عمود بلفة 1 2 3 4 5، وفوق العمود الخامس بطلع 3 سلسلة واعمل غرزة بيكو وعلى طول ادخل في نفس المكان تاني واعمل 4 عمود بلفة 2 3 4، وعلى طول هروح هنا واعمل غرزة حشو 5 سلسلة، وفي الغرزة التالتة اعمل غرزة بيكو 2 سلسلة، وفي القوس اللي بعد كده حشو بالشكل ده. وصلت للزاوية، هدخل في اول قوس واعمل 5 عمود بلفة 1 2 3 4 5، وفوق العمود الخامس هعمل 3 سلسلة 1 2 3، وهدخل اعمل غرزة بيكو ومباشرة هدخل في نفس المكان تاني واعمل 4 عمود بلفة 1 2 3 4، وهروح في المكان القوس اللي بعد كده واعمل غرزة حشو، وهطلع 3 سلسلة اعمل غرزة بيكو اهي، وهعمل غرزة بيكو
مباشرة هروح للقوس اللي بعد كده واعمل 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. هطلع 3 سلسلة وادخل واعمل غرزة بيكو، وعلى طول في نفس المكان تاني 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. وفي القوس اللي جنبها هدخل واعمل غرزة حشو. فوق غرزة الحشو بطلع 3 سلسلة وادخل واعمل غرزة بيكو، واروح للقوس اللي بعد كده واعمل 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. وفوق العمود الخامس بعمل غرزة بيكو، برتفع 3 سلسلة وبدخل واعمل غرزة بيكو، وعلى طول بلف الخيط وبدخل في نفس المكان واعمل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4. واروح للقوس اللي بعد كده واعمل غرزة حشو عشان يشكل لي الشكل ده. وصلت هنا هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. وفي السلسلة التالتة بدخل وبعمل غرزة بيكو، 2 سلسلة 1 2. وبروح للقوس اللي بعديها وبعمل غرزة حشو، وافضل اكرر اللي انا اشتغلته هنا. بكده اكون خلصت شرح الوحدة معاكم. يا رب يكون الشرح واضح وسهل بالنسبة ليكم. دلوقتي هقول الاسطر اللي ممكن اقف عندها واعمل وحدات واشبكها مع بعض، بحيث لو انا مش عايزة اخلص المفرش ككل. اول حاجة الدور الخامس ممكن اقف عنده واشبك وحدات مع بعض بالمقاس اللي انا عايزاه واعمل مفرش. تاني جزء ممكن اقف عنده الدور العاشر برضو واشبك عنده واعمل وحدات وبرضو بالمقاس اللي انا عايزاه. اخر دور الدور هنا اللي هو ال15 اقدر اقف عنده برضو الوحدات واعمل مفرش بالمقاس اللي انا عايزاه. بكده اكون خلصت الشرح. اشوفكم في مشروع جديد. السلام عليكم.